السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. الأحداث تتوالى، هذه تنسيك هذه وباش تهضر عليها في الوقت المناسب ولا الغد ليه ولا هذه الوقت ما كاينش، ما يرحمش، لأن بنات الخدمة وجري عليا نجري عليك، فهمتي؟ فعلى أين كما شفتوا الجلسة اللي دازت ديال هاد سعيد الناصري البرلماني السابق ورئيس الرجاء ولا ما نعرف إلى آخره، شلا روينه على أين داكشي ديال اسكوبار الصحراء والعصابات الإجرامية للتجارة بالمخدرات الدولية اللي فيها شي قنوقة كبار 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 وما كبير الله، ولطيفة رأفات. دابا شوف المحاكمة عوض ما نشوفوا هاد الشبكة ديال المخدرات شكون وشكون فيها لأن دابا حتى الصحافة تمنعات. تصوروا صحفيين مغربيين، الاخر كيقف كيهضر كيقول غير شنو قال البعبوعه وشنو قال الناصري وشنو قال القاضي وشنو قال المحامي. دابا الصحفي في المغرب والاليه ديالو كترتعد، يعني المؤخره كترتعد، ما قادرش يخوض في التفاصيل لان الدوله منعات على الناس الخوض في هذه التفاصيل. هذه ما خصكش تستابق داكشي اللي كيقولوا المحكمه والقاضي. دابا علاش هضروا لينا سميتو الناصري وقالوا القاضي يقول له تأدب فأنت لست وصيا على المحكمة ووقفه عن حده وطاطا، جيب لنا الخزعبيلات. ايوا اسكوبار امتى دخل المغرب؟ شهر 8 و11 وما نعرفوا، وجوج ديالو 4 الفيلات والفيلا وحقه والكاتكات ركبات فيها الهاربه الشطاحه بائعه الهواء القواده لطيفه رأفات وما نعرفوا. على أين أنا غنجيب لكم الصوت ديال لطيفة رأفات وهي راه هربانة في جزر الكنار، فهمتي؟ وتصرح، تخيلوا كتقول لك أن الملك يحمي تجار المخدرات بتبجح. صبروا معايا وغنجيب لكم الأوديو وسمعوا الهضره ديالها شنو كتعني. على أين كيفاش دابا من تجار المخدرات والمافيا والرميك والأطنان ديال المخدرات ولينا في حق هاد الفيلا شراها ما شراها وهذا الدار شراها ما شراها. يعني بقينا نهضروا في فيلا قال لك وشيك ب 16 مليون. واش القضيه ديال 16 مليون عباد الله؟ ترى التجاره في المخدرات وترى عصابه فيها القنوقه الكبار. راكم الناصري شفتوا شنو قال واحد المره؟ قال لكم انا راه ما باغيش نمشي بوحدي، قال لي نمشي وحدي، راه باغيين يصيفطوني بوحدي وما غاديش نمشي بوحدي. معنى راه كيريتهم على الله كيفاش يديروا باش يخرجوه براءه بشي طريقه قبل ما يفرقع الرمانه. هذا في حال الى ما قتلوش داخل الحبس. العصابات كيقتلوا رؤوس الخيوط وما يخليوش الاثار ديالها، يقدروا يديروا ليه شي تسمم حقه ما حقه، جاتو صدمه نفسيه ولا ما نعرف ومات او لا هتر او لا يسير ولا يلاقيو ليه السلوكه ديال البراند ديالو شلا ما يديروا. على اين هما دابا باغيين يشوفوا كيفاش يخرجوه براءه. القضيه دابا راه فيها 20 ولا 22 بارون وهما كيهضروا لينا حقا الفيلا ما الفيلا والدار ما الدار وديك الوثائق مزوره وهو دخل في شهر 8 والبيعه والشراء كان في شهر 7 وكيفاش على اسكوبار الصحراء. يعني ماشي هذه هي المشكله يا بني قريظه، المشكله انها دوله كتبيع وتشري المخدرات. وراكم شفتوا حسن أوريد شنو قال؟ انه صحاب راس المال سيطروا على الدوله بالمفاصل ديالها، وفعلا راهم مسيطرين. دابا اخنا شنو الرباعه ديالو؟ راه الحاجه الوحيده اللي ما قدروش يوصلوا ليها هي مركز القوه الخشنه، الا وهو الشرطه والجيش والمخابرات اللي باقيين على الدوله. اما شي حاجه اخرى ديال الاعلام وهنا كلشي مسيطر عليهم، عصابه اجراميه. على اين اجيو نشوفوا لطيفه رأفت اشنو كتقول؟ كتهضر دارت تسريب صوتي بين قوسين، تسريب صوتي كتقول فيه لديك صاحبتها ولا ما نعرف انه راه الملك يعني سيدي وداكشي وحاميني وهضر عليا. سمع ماشي عرفتي مشكله واحد بارون المخدرات والزمر والويل وحياتي وبنتي وراجلي وكل شيء راه سي با فاسيل عليا، راه سي تخي ديفيسيل. ماشي قضيه انا سبان هذا ولا غنبقى نتسب مع وحده في مي هادشي ديالي انا ندير بلاصتك في بلاصتي. راه سي تخو راه سيدنا الله ينصرو ويخليه ليا لانه هو يطلع ليا المورال لان عارف فاش كنسوى. هذه وحده. قضيه بشرى هذه ولاد والله لبنى حتى نهضر مع لبنى مرت خويا والله سنيه اقسم بالله وراس بنتي زعما السيده بعيده عليا كل بعد وما نعرف انا كون ما كنتيش. ايوا ان شاء الله قريب نشوفوا الحقائق كلها
شيء والحمد لله اللهم لك الحمد. توصيه عند سيدنا ديالي الحمد لله كل شيء مقاد مصاوب اللهم لك الحمد. لا بالعكس اي حاجه كيكتبوها صيفطها لي باش كنعطيها كنصيفطها لهم كنصيفط داكشي الوكيل المالك باش كيجيبوا عباد الله شهادات كيكتبوها وكيجيبوها. والله كثر والله انا قلت نيت قلت مع المسؤولين يمكن في اليابان شي سمعتوا الفضيحه؟ سمعتوا شنو كتقول هاد السيده هادي؟ راه الكلام ديالها ضمني. حنا كنعرفوا الملك عنده حق دستوري بحكم رئاسه الدوله انه يعطي العفو. القاضي يحكم ومن بعد شهر ولا شهرين ولا 3 ولا عامين على حساب المحكوميه كيتدخل الملك ويعطي واحد العفو، كما عمل مع العصابه الاجراميه التلحوديه الليبراليه العلمانيه سليمان الريسوني وبوتلاتين وباقي العصابات التلحوديه كيعفو. وهذه راه كتقول لك هو تدخل باش انا رانا محميه وحتى واحد ما يأذيني وانا فوق القانون. ما هذا؟ هذه راه كتتهم الملك بحمايه المجرمين ديال عصابات المخدرات. واش فهمتوا الكلام ولا؟ عاودوا سمعوها. راه كتقول لك الملك يحميها وكذا وكذا وهي داخله في شبكات الدعاره والمخدرات والفيلا والقصير والليالي الحمراء. وراكم شفتوا ان كيفاش سعيد الناصري رد وقال على لطيفه رأفت ملي صرحات راه عندها محاضر الشرطه قالت بان الفيلا كانت تقام فيها الليالي الحمراء والدريات وهي كتجيب دوك الدريات والمخدر والكوكايين والروينه. هادشي كتقولوا في واحد التاريخ معين. الناصري شنو قال؟ قال لك هي كتقول هادشي ولكن هي راه كتمطلقه من اسكوبار الصحراء. فكيفاش حضرات لدوك الجلسات؟ باش تعرفوا ان راه ما كاين لا زواج ولا طلاق وداك الشيء كامل عندهم ان عصابه ديال التجار في البشر. السيده تتاجر في البشر وكتقود وتجيب الدريات والليالي الحمراء والكوكايين. هادشي اللي خصو تهضر عليه، ماشي دار ساويه 20 30 100 مليون. واش كتضحكوا على البشر ولا واش كتضحكوا على العالم؟ سمعوا عاود لطيفه رأفت شنو كتقول هنا. كتقول لك اسيدي هاد الشيء ديال المخدرات راه الدوله، يعني كتقول لك انه راه الا مشات المحاكمه وتجرات الى اخره راه هي غتمشي فيها. تصور كتعترف انها راه المساله كتهم الدوله، يعني التجار في المخدرات راه يهم الدوله بمعنى الماجدي وداك الرحماني ولا شنو سميتو ديال واطي الهمه. راكم اخباركم يعني راه تما داخلين في الاشكاليه والقضيه تما غاديين يمشيو فيها. ولا الحجره الدومينو ضربات الاولى ومشات مسرسبه قال لك حتى هي غادي تمشي فيها. يعني العاهره الداعره الفاجره القواده صاحبه الليالي الحمراء المحميه من القصر كما كتقول هي. ونجيب سمعوا بعدا شنو كتقول لنا الدوله وهذا الشيء اللي مشى حتى هي غتمشي فيها. سمعوا. كان وياك بحال داكشي ديال الدنيا وسعيده راه حشومه. انا ما عندي مشكله لينا فلسطين ما عنديش مشكل ما تنخافش وبخير ما كاين ما اكثر من قضيه قداش ديال الدوله ولكن انا الحمد لله انا ضحيه ديال الدوله. انا باش بلادي سمي غنقول واحد الكلمه باش بلادي تقبط على المفسدين وتشد الناس اللي واكلين لي هاد البلاد انا ممكن نكون ضحيه وراني ضحيه ماشي مشكل. انا مع بلادي. سمعتوا الكارثه على ودنيكم؟ يعني الا مشات القضيه تزادت القدام ومشاو فيها الرؤوس الكبار قال لك حتى هي غتمشي فيها. يعني هي ما خصهاش هذا الشيء يمشي في المسار ديالو وانما خصها يتوقف في جهه اخرى. وراكم سمعتوا من قبل قالت السيدي الملك راه كيحميها ووصى عليها. تصور الملك يوصي النيابه العامه خطيو عليكم هاد الدريريه هاد القويويده هاد اللي كتتاجر في البشر وفي العرض خطيوها عليكم. بالله عليكم هذه راه خصها الاعتقال. هذه راه كتتهم اعلى مؤسسه في البلاد بانها تحمي المجرمين والمخدرات والعاهرات والقوادات. واش كاين شي كلام من غير هذا الشيء؟ عاود سمعوها. توصيه عند سيدنا ديالي الحمد لله كل شيء مقاد مصاوب اللهم لك الحمد. لا بالعكس اي حاجه كيكتبوها صيفطها لي باش كنعطيها كنصيفطها لهم كنصيفط داكشي الوكيل المالك باش كيجيبوا عباد الله شهادات كيكتبوها وكيجيبوهم. توصيه عند سيدنا ديالي الحمد لله كل شيء مقاد مصاوب اللهم لك الحمد. ايوا يلا واش الكلام ديالك يحتمل شي حاجه من غير انها الملك كيحمي تجار المخدرات والفاسدات وتجار التجار في البشر بحالها هي؟ واش الكلام ديال عنده شي احتمال من غير هذا؟ الا الصم والبكم اللي ما باغينش يفهموا. يعني دابا كتهم اتهامات خطيره كتشرق وتغرق وتقول لك الا سقطوا هذوك راه حتى انا غنمشي فيها.
هي دابا راه هاربه في جزر الكنار، راه هاربه في جزر الكنار وما قادره تجي تدلي بالشهادات ديالها. فلا بغات شي حاجه غير الوكيل ولا المحامي ديالها هو اللي كيهضر عليها. يعني عصابه اجراميه. هادشي راه خص يتوضع عليه حد. ما تبقاش المحكمه والدوله تضحك علينا وجايبه ناس كتهضر على قصروا ما قصروا، الكوكايين ما الكوكايين، الطوموبيل ما الطوموبيل، الدار ما الدار، الشيك ما الشيك. الاشكاليه ماشي هنا، راه التجار الدولي في المخدرات، راه الرميك والسفن والملايير الممليره، راها دوله باكملها. واش ما سمعتوش احمد بوخاري شنو كيقول؟ ما سمعتوش شنو كيقول؟ كيقول لك راه الكبارين كيتاجروا في المخدرات، ومره كتنوض الدوله وكتقطع الاجنحه وكتضحي ببعض الاطفال ديالو وتدخلهم الحبس، ولكن كيكبروا وحدين اخرين وداكشي مخطط له وعاود كيواصلوا المسيره. راكم سمعتوا كلشي بودنيكم. فمتى تستفيق يا ابريق؟ تحكمنا عصابه المافيا والتجار في المخدرات. هادوما البرلمانيين وهادوما الوزراء وهادوما الساسه وهادوما وبلا ما نطولوا في الهضره. داكشي علاش كنقول لكم هاد الاحزاب ملي كيجيو ويعرضوا عليكم غنحل لكم مشاكل، غنفتحوا لكم الروكار ديال بوخرارو، قول له طليو على كمامركم. حنا ما باغينش الروكار راه خصها تصوب الدوله. نحن نريد فناء التعليم، فناء الصحه، فناء الاعلام، فناء الاخلاق. الحضاره راه ماشي بناء العمارات الشاهقه والزاج والشانطيات وتصفيف الحجر. راه باغيين حنايا بناء البشر قبل تصفيف الحجر باش نكونوا حضاره. راه ماشي الحيوط هما كلشي. بعض الناس راه كيتسعبوا داك الدجاج اوروبا راه واصلين راه متقدمين، راه داك هو التقدم. سير شوف التقدم شنو هو. الناس راه ما كينعسوش الا ما شربوا الشراب من شده القلق والفراغ الروحي اللي كيعانيو منه. الناس راه عندها زياره الاطباء النفسيين والعقاد والقرقوبي والكومبريمي لتهدئه الاعصاب روتين عايشين. ولا ما مشاش عند الطبيب النفسي ما يقدرش يواصل، يقدر ينتحر، لان عايش ما قادر يدير مراه، ما قادر يتزوج، حتى اللي تصاحب معاها ما فيها رباح، لان كيلقاها كتهضر مع 10 اخرين. بنادم عايش القلق. ففين الحضاره؟ فين التقدم؟ هاد بني قريظه اللي عندكم في المغرب راه نفس المصيبه. راكم شفتوا وهبي البرامج ديالو اللي تدمير الاسره والقضاء على مؤسسات الزواج. مراتك تجيب صاحبها وهو يحميها، والقوانين الجائره اللي ما انزل الله من سلطان، وتمرير الوظائف للنساء وحرمان الرجال من العمل باش تا واحد ما يقدر يتزوج ويبني اسره ويلجا رغم انفه الى الزنا والفواحش. قولوا لي هادشي ما كاينش. داكشي الاحزاب الشر خاصكم. راه دائما كنقول لكم هاي الانتخابات ما نعرف جايه ولا شحال باقي لها، جيبوا سطوله ديال الصباغه 5-10 كيلو واعزكم الله بقاو تحطوا فيها البوراز وداكشي وخلطوه بالبول اعزكم الله وخليوه يحماض ويحيل بحال السمن الحيل. فالنهار اللي يجوا عندكم المنتخبون هزوا ديروا الليكات وهزوا وطليوهم على وجههم. قولوا ما باغينكمش، نتوما اشرار، نتوما حداثيين، نتوما علمانيين ليبراليين ماركسيين، نتوما داروينيين، نتوما دعاة الزنا، نتوما دعاة اللواط، نتوما دعاة الامهات العازبات. صارحوهم، قل لهم نحن نريد مغاربه من اصحاب الاخلاق واصحاب القران واصحاب الاسلام. ما باغينش بناتنا يمشيو للجامعات يغتصبوا الثانويه يتحرشوا بهم والسيارات واقفين في باب الجامعات. ما باغينش الاجواء هذه، وهما راه كيفرضوا عليكم هادشي كامل. علاش كنقولوه الشيء بالشيء يذكر؟ ما نهضروش على اسكوبار وبيع بوعار والبعبوعه والبعيوي والناصري والروينه ويبقاو متلفين طوموبيل دار فيلا طاطا. المشكله راه منظومه شامله تفسد في المغرب وغاديه به الهاويه. الشباب مقرقب، الشمال راه مشى بعدا. الشباب ديال الاغلبيه ديالهم خردل بخرداله واحد النوع الحشيش كبير. الناس تخردلات كلشي مسطي، لا سنان لا صحه لا والو. علاش داروا الريف هكا والشمال؟ لان الريف منه المجاهد عبد الكريم الخطابي الذي زعزع اركان الغرب بحروب العصابات وقهرهم. فهما قال لك هاد الناس هادو اللي هما اقوياء هكا خاصنا نخربوهم. اذا الحل شنو هو؟ نمشيو للكتامه ونعطيهم الرخصه ديال الكيف.
صافي، وبدا الشيء كينتشر حتى وصل للشاون، وصل لبن عروس، وصل لوادله، وزيد وتم تدمير المجتمع ديال الشمال. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.